السلام عليكم، معكم عبد الرحمن، ورجعنا لكم بعد انقطاع طويل عن القناة بسبب الدراسة والامتحانات، وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير، وبإذن الله ما راح يكون في انقطاع مرة ثانية. صحيح إنه راحت علينا أخبار كثير وفرص كثير نحفل على الأندية الوضيعة بخسارتها، بس المهم إنه رجعنا. فرص التحفيل بعدها ما خلصت. وهسه مع بعض خلينا نشوف أهم الأخبار. النادي الملكي ريال مدريد يكتسح منافسه أتلتيكو مدريد ب5 أهداف مقابل 3 ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، وتأهل إلى النهائي بقيادة أنشيلوتي. صراحة أحلى إشي في المباراة كان هدف الخامس لريال مدريد اللي كان بتوقيع اللاعب العربي الأصل إبراهيم دياز. أما برشلونة الذي فاز فوز صعب على أساسونا بنتيجة 2-0 كان جزاؤه يقابل ريال مدريد بالنهائي، وهيك بنقدر نحكي إنه ريال مدريد راح يفوز بأسهل بطولة سوبر إسباني في تاريخه بسبب مواجهته فريق فاشل في النهائي يوم الأحد القادم. بيدور علي. والآن راح ننتقل من أوروبا إلى الجزيرة العربية، وتحديدا إلى دوري الروشن السعودي، ونحكي شوي عن تألق اللاعبين في هذا الدوري، وخص بالذكر اللاعب كريستيانو رونالدو صاحب الفضل في رفع مستوى أداء فريقه بعد التعاقد معه بالعام الماضي. هسه بدي أحكيك شوية إحصائيات عن رونالدو مع النصر. شارك في 18 مباراة، سجل خلالهم 20 هدف، صنع 9 أهداف. ولا ننسى انه كريستيانو رونالدو حقق هاي الارقام وهو عمره 38، وهذا دليل على انه لاعب حافظ على ادائه التهديفي بالنسبه لعمره. اما عن اللاعب الثاني فهو النجم الفرنسي المسلم العربي الاصل كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي المنتقل من نادي ريال مدريد بصفقه كانت غريبه جدا، وكان له حظ رائع في التألق في الدوري السعودي. كانت احصائياته على النحو التالي: المشاركه في 15 مباراه، تسجيل 9 اهداف مع الفريق، 5 تمريرات حاسمه لهذا اللاعب. اما عن قرعه دوري الابطال كانت قرعه حلوه كثير لريال مدريد بعد تألقه في الاداء في دوري المجموعات. هاي القرعة راح تخليه يواجه الفريق الألماني ليبزيغ. هاي المباراة بالنسبة لنا عادية وأقل من عادية. هاي السنة مثل كل سنة طموحنا اللقب الأوروبي ال15، وراح يكون بقيادة اللاعب الموهوب بلينغهام. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. إن شاء الله تكون العودة جميلة ومبسوطين فيها، وإن شاء الله في كل أسبوع راح يكون في حلقة على القناة، راح نرجع نحفل التحفيل لا نهائي. وبالختام حاب أدعي وأقول الله ينصر إخواننا وأهلنا في كل مكان. بستنونا الأسبوع القادم، لا تنسى لايك وسبسكرايب، والسلام.